تنويه صغير بس قبل ما ابدا اشرح لك. انا عايز انوه على حاجه، ان الاسئله اللي احنا هنقولها والست صفح اللي احنا هنشرحهم دول حرفيا مش هيطلع الامتحان براهم. انا ملخص لك ماده الدين كلها في ست صفح سؤال وجواب، تمام؟ فانت حاول على قد ما تقدر تفهم الشرح بتاعي. انت اصلا من خلال الشرح هتفهم، مش هتبقى محتاج تحفظ الست صفح حتى، تمام؟ انت بس اسمع الفيديو اللي هو ربع ساعه دول، هتلاقيه لامم لك الدنيا كلها. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، خلونا نبدا باول درس واللي انا ملخصه في سؤال وجواب. انت بس عليك تفهم الشرح اللي انا هقوله لك، ومش مهم اصلا تحفظ الاجوبه بتاعت الاسئله، تمام؟ اول سؤال معانا بيقول لك: كيف نظم الاسلام التعاون وشجع عليه؟ انت هتقول له ان الاسلام جعل التعاون نوعين: تعاون على الخير وتعاون على الشر. واكيد طبعا طالما تعاون على الخير فالاسلام هيشجع عليه وهيجعل اللي بيعمله ثواب. طب والتعاون على الشر اكيد الاسلام نفر منه وجعل اللي هيعمله اسم، وطبعا جعل لي عقاب، تمام؟ ده السؤال الاول. السؤال التاني بيقولك: العلاقة بين التعاون والايمان. اكيد 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 عمر ما حد هيعرف يتعاون مع حد غير اذا كان دوت نابع من الايمان، وان هو عنده ايمان بالله. فيبقى العلاقة بين التعاون والايمان ان التعاون على ان العلاقة هي ان التعاون على البر والتقوى نابع من الايمان، تمام تمام. في السؤال الثالث بيقول لي: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وبقول لك اشرح لي الحديث. الحديث ده هيدعو لإيه؟ أنت كده من خلال قرايتك للحديث ده فهمت إيه؟ فهمت إن الإسلام حرم كل حاجة المسلم على المسلم. ما ينفعش ان المسلم يظلم اخوه المسلم، لاننا كلنا اخوه في الاسلام. فما ينفعش ان المسلم يظلم اخوه المسلم، ما ينفعش يظلمه، ولازم يحترمه ولازم يعاونه وينصره ويحترمه وعدم اهانته. وكل الحاجات دي طبعا الحاجات البديهيات اللي احنا عارفينها هتقولها له في الشرح بتاع الحديث. بعد كده السؤال الرابع بيقول لي: اكمل. تجمع الامه نقط وتفرقها نقط. انت هتقول له ان تجمع الامه بيحميها من اعدائها، بس تفرقها بيخليها ضعيفه امام اعدائها. بعد كده السؤال الخامس بيقول لي: كيف ازداد التعاون في العصر الحديث؟ انت هتقول له التعاون في العصر الحديث زاد ازاي؟ أقيمت جمعيات تعاونية يتعاون فيها الغني مع الفقير والقوي مع الضعيف، ويتعاون الجميع لإصلاح الأرض وتنمية المجتمع. بعد كده السؤال السادس هتقول له: انتصر المسلمون قديما وحديثا بفضل تعاونهم. بيقول لي بقى: دلل على ذلك. قديما حفر الخندق في غزوة الأحزاب، ومع قلة الإمكانيات بس المسلمين برضو رغم ده كله تعاونوا مع بعض وتم حفر الخندق، رغم إن الخندق ده حفرته كانت كبيرة جدا بس هما تعاونوا مع بعض وحفروه، رغم إن ما كانش فيه إمكانيات ولا آلات بتحفر ولا الكلام ده كله. طب وحديثا بقى التعاونوا مع بعض ازاي؟ هقول لك: انتصار العاشر من رمضان بفضل تعاون الشعب والجيش والعرب مع بعض، كلهم لما تعاونوا مع بعض قدروا ينتصروا على الأعداء. كده احنا خلاص، يعني الدرس الاول كده خلص في ثانية، يعني يعتبر 3 دقايق بالظبط والدرس الاول خلص. فانت حرفيا مش الفيديو مش هيكمل ربع ساعة وهتبقى خلصت الدين كله من خلال بس ما تسمع الشرح. فانت كمل للاخر وما تملش. بعد كده بقول لك الدرس التاني. السؤال الأول: العلم له أثر كبير في حياة البشر، وضح ذلك. أكيد طبعا احنا عارفين إن العلم نور ينور طريق الإنسان فيرى أصغر الكائنات في أعماق البحار وأبعد الكواكب في السماء، ومكنه من رؤية كنوز الأرض في باطن الأرض زي البترول والذهب وكمان بوريله كل الكنوز اللي في الجبال والصحراء، واستطاع يستفيد بيها ويستغلها في منفعته وينفع نفسه. بعد كده السؤال التاني بيقول لك: كيف تثبت ان الدين يدعو للعلم؟ ايد ما تقوله بايات قرآنية، تمام؟ انت هتقول له ان اولى ايات الوحي كانت تقديرا للعلم. اول حاجة سيدنا جبريل نزل عليها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت سورة العلق، وهي اول كلمة فيها اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعد كده بقى هتقول له: ثم زاد في تقدير القلم وما يسيطره من علم ومعرفة فأقسم به. قال: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم زاد جل شأنه في طلب الرسول الاستزادة من العلم فقال: وقل ربي زدني علما، لما سيدنا محمد دعا ربنا. فكل دي آيات بتدعو إن الدين بيدعو للعلم. بعد كده السؤال الثالث بيقول لك: هل العلم
للعلم جنسية؟ أكيد طبعا لأ، العلم ملوش جنسية ولا عنصرية، كل الناس تقدر تتعلم، الغني والفقير والمصري والسوداني وكل الناس تقدر تتعلم. مفيش فرق ما بين عربي ولا أجنبي ولا عجمي في العلم، كل الناس واحدة في العلم، بس اختلاف المنهج، بس الاختلاف يأتي في المنهج والاتجاه. بعد كده السؤال الرابع بيقول لي ما منهج العلم في الإسلام؟ هتقول له منهج العلم في الإسلام هو الجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا. وبالمناسبة هي اسمها دنيا ما اسمهاش دنيا، لأن دنيا جاية من الدنو، ربنا سمى الدنيا سماها دنيا علشان هي من الدنو، جاية من الدنو، والدنو ده اللي هو حاجة ملهاش لازمة، اللي هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة. فمش مستاهل ان انت تغش في امتحان عشان 5 درجات ولا حتى 200 درجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، فانت ما ينفعش تغش بأي شكل من الاشكال، مش عشان تجيب درجة عالية تغش. كل التعليم ده ملوش لازمة، والدنيا دي طبعا التعليم مهم، بس انا بقولك في الاخرة مش هينفعك لو انت جايبه او جايب درجات عالية بالغش، مش هتنفعك. المهم نرجع للدرس بتاعنا، نخش على السؤال الخامس. بيقولك قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بيقولك بقى من خلال الآيتين السابقتين من أكثر الناس خشية، وعلامة يدل على ذلك أكثر الناس خشية لله هي العلماء. بيقولك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أكتر ناس بتخاف من ربنا هي العلماء. وده إن دل على حاجة فبيدل على أهمية العلم، إن إحنا كل ما نعرف ربنا أكتر وكل ما نتعمق في العلم هنعرف قدرة ربنا إزاي خلق البني آدم، وإزاي خلق الأجهزة اللي جوه البني آدم وعمل ده كله ويرتبه بالطريقة دي. فإحنا من كتر ما إحنا هنتعمق أكتر في العلم هنبتدي نخاف من ربنا ونعرف قدرته. تمام. نيجي بعد كده على السؤال السادس، بيقولك كيف قدر الإسلام العلماء؟ هتقول له رفع درجاتهم على غيرهم، فقد قال جل شأنه سبحانه ربنا سبحانه وتعالى آمن آمن هو قانت آناء من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب يعني أصحاب العقول، يعني عمر ما الناس اللي عندها عقل وعندها علم عمرهم ما يساووا بالناس اللي ما اتعلمتش أو ما بتهتمش بالعلم. بعد كده السؤال السابع بيقولك التزمت مصر بتكريم العلماء اتباعا لمنهج الله، فمن من العلماء كرمتهم؟ منهم دكتور فاروق الباز ودكتور احمد زويل وغيرهم. مصر كرمت العلماء حرفيا، وكانت بتكرمهم على قد ما تقدر على قد امكانياتها. انا مش عايز حد يضحك، فعلا مصر بتهتم بالعلماء بس على قد امكانياتها. احنا لازم نعترف ان احنا امكانياتنا ضعيفة، فمش لازم نعتمد على الدولة في كل حاجة، احنا على قد ما نقدر نحاول احنا نعمل ونتعلم احنا ونثقف نفسنا احنا وهكذا. طبعا دلوقتي الدرس التاني خلص، واحنا دلوقتي داخلين على الدرس التالت، وحرفيا ما عداش غير 8 دقايق، فخلاص انت فاضلك حاجات بسيطة وتشطب الفيديو. فانا مش عايزك تمل، وان شاء الله هتلم المادة كلها في اقل من ربع ساعة. اول سؤال معانا في الدرس التالت بيقول لي العدل في الاسلام عدل مطلق، وضح ذلك. طبعا العدل في الاسلام عدل مطلق، لان سوى الاسلام بين البشر جميع، سواء بين الغني والفقير وابن الغني وابن الفقير والعباد كلهم لهم رب واحد وهو ربنا سبحانه وتعالى، وأبناء أب واحد أبناء سيدنا آدم، وأبناء أم واحدة أبناء ستنا حواء. فطبعا الإسلام عدل مطلق. نيجي بعد كده للسؤال التاني، بيقولك اذكر موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على حرصه التام على إقامة العدل بين المسلمين. ازاي الرسول كان حريص ان هو يعدل بين المسلمين؟ هتقول له كان الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تطبيق العدل، كان إذا غاب العدل ساد الظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على تطبيق العدل. ازاي بقى؟ هتقوله فقد روي أن امرأة من أشراف قريش من بني مخزوم سرقت، فأصاب قريش الهم وأرادوا التدخل ليعفوا الرسول، ولم يجدوا إلا أسامة ابن يزيد رضي الله عنه ليكلم الرسول. وعندما أخبروا أسامة قال
قال ايه بقى؟ اتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فاختطب فقال ايها الناس انما اهلك الذين قلبكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا الحد عليه. وايام الله لو كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا الحد عليه. وايام الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا يدل على انه اذا ساد الظلم وغاب العدل ينقلب حال الامة. ال- أيام الرسول أيام الرسول في واحدة من قبيلة قريش اللي هي القبيلة الغنية سرقت، فسيدنا محمد طبعا أقام الحد عليها وقال لها لأ، ده حتى بنتي فاطمة لو كانت سرقت هيقوم الحد عليها، رغم إن كان معروف في الأول في الجاهلية إن اللي بيسرق من الأغنياء عادي بيسامحوه، إنما لو حد فقير سرق بيعاقبوه. إنما سيدنا محمد قال لأ، هنعدل بين الكل سواء غني سواء فقير هتتعاقب. السؤال اللي بعد كده بيقولك العدل أساس الملك، وضح ذلك مبينا أثر العدل في بناء المجتمعات. انت هتقوله العدل أساس الملك لأنه على أساسه يقوم المجتمع السليم المتماسك الذي تتحقق فيه مصالح الأفراد والجماعات. بعد كده ده السؤال اللي بعد كده بيقول لي لماذا تقع الصراعات العنصرية في بعض البلاد ولا تقع في البلاد الإسلامية؟ انت هتقول له تقع لاختفاء العدل. طبعا البلاد اللي بيبقى فيها عنصرية وبيميزوا بين الناس ما بيبقاش فيها عدل، فطالما العدل اختفى فاكيد هينتشر الظلم والفساد والانحراف. انما في المجتمعات والبلاد الاسلامية بيبقى فيها عدل وفي مبادئ اسلام، فعشان كده بيبقى فيه عدل، وطول ما في عدل هيبقى فيه مساواة بين جميع الناس، فمفيش حد هيكره حد ومش هيحصل خالص تفرقة ولا عنصرية. بعد كده بيقولك ما الأضرار التي تحدث حين يراعي الشهود أصحاب النقود وهم يشهد ونعليهم. حين يحدث ذلك يختل ميزان العدل ويصد الظلم وينتشر الفساد. لما بنعمل واحد على واحد أو نعلي حد على حد طبعا هينتشر الظلم والفساد. بعد كده الدرس الرابع، احنا خلاص دلوقتي خلصنا الدرس الثالث وتقريبا بنشطب. الدرس الرابع بيقول لي القرآن الكريم أول وثيقة أعلنت حقوق الإنسان. طبعا بيقولك بقى ايه ما الحقوق التي أعلنها الدين الإسلامي؟ أعلنت الدين الإسلامي الحقوق الإنسانية، منها حرية العقيدة، إن كل واحد حر يعبد الدين يروح للدين اللي هو عايزه، بس كل واحد هيتعاقب على أساس كده. وحرية الرأي، كل واحد له حرية الرأي وحرية الفكر والحرية العلمية والحرية المدنية. بعد كده بعد كده يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، على ما يدل قوله صلى الله عليه وسلم ولمن الأفضلية. يدل هذا الحديث الشريف على مدى الحرية في ظل الإسلام، والأفضلية هنا بالتقوى، إن محدش أحسن من حد، لا عربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي، غير بالتقوى. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لماذا قرر الإسلام حرية الرأي؟ لأنها من أهم الوسائل لرقي المجتمع. بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه القدوة في الأخذ بالرأي الآخر. طبعا سيدنا محمد ما كانش بيعمل أي حاجة غير لازم يستشير أصحابه، كان يعرض الأمر على أصحابه ويعمل برأيهم، وكان بياخد رأيهم وبيشوف أنهي الرأي الأصوب وبياخده. ده حتى في الغزوات يعني اللي هي حاجة مهمة جدا اللي هو يعتبر حرب، كان بياخد برأي صحابه وخد برأي الحباب ابن المنذر في غزوة بدر. بعد كده بيقول لي بما يجب أن يلتزم من يمارس الحرية العلمية، يجب أن يلتزم بالأسس العلمية السليمة والقيم والعقائد والأخلاق. بعد كده بيقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. فسر هيبة، هيبة معناها خوف، ما يمنعش أي بني آدم الخوف من الناس إن هو يقول كلمة حق، طالما انت عارف ان اللي قدامك ده غلط وانت عارف الحق فين قوله، اوعى تخاف من اي حد. بعد كده الوحدة التانية هناخد الدرس الأول فيها، هي أصلا الوحدة التالتة كلها عبارة عن درس واحد، فما تتخضش، هي مش كبيرة، هي أصلا درس واحد عبارة عن 8 أو 6 أسئلة بالكتير. هنبدأ بأول سؤال. الفرد ليس مسؤول عن نفسه فقط ولكن مسؤول عن نفسه وعن مجتمعه أيضا. أذكر الحديث الذي يدل على ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ما ان انت مش لوحدك، لا، انت طالما خلفت وربيت وعملت حد يبقى انت مسؤول عن تربيته، فانت راعي ومسؤول عن الناس، ومش كل واحد فينا طبعا هيبقى مسؤول عن الرعية بتاعته. بعد كده السؤال التاني ما العلاقة التي تربط الفرد بالمجتمع؟
العلاقة انت تقول له العلاقة اللي بتربط الفرد بالمجتمع علاقة عضوية، لأن الفرد عضو في جسم المجتمع الإسلامي، فإذا ضعف الفرد ضعف المجتمع. وليه علاقة برضو إنسانية، إن الإنسان لم يخلق ويشرب فقط، بل يكون إنسان له علاقات إنسانية بغيره، ما ينفعش تعيش لوحدك. بعد كده السؤال الثالث، لماذا كانت علاقة الفرد بالمجتمع علاقة منفعة، وعلى أي أساس تكون هذه العلاقة؟ هتقول له وذلك لأن خير الفرد راجع إلى المجتمع، وخير المجتمع راجع إلى الفرد دون ظلم، وتكون هذه العلاقة على أساس أن صلة الفرد بالمجتمع صلة وثيقة، فالمسلمون إخوة. السؤال اللي بعد كده بيقولك اذكر بعض الصور التي تبين تعاون المؤمنين في المجتمع. الصور هي أن يأمر بعضهم بعض بالمعروف وينهى عن المنكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله والوالدين. السؤال اللي بعد كده بيقولك لماذا قامت حرب الردة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه؟ هتقوله قامت ضد الممتنعين عن أداة الزكاة، لأنها أساس من أسس الإسلام وركن من أركان الإسلام. بعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ما المرود بقوله ليس منا؟ ليس منا معناها ليس على ديننا، مش على دين الإسلام وما نعتقده. تمام. بعد كده بيقولك ما انواع الغش التي تظهر فيها المجتمعات الفاسده؟ هتقوله من انواعه الاستغلال والاحتكار، وقبول الرشوه، وانتهاز حاجه المحتاجين لزياده الاسعار، والغش في الكيل والميزان، او انواع السلع. السؤال اللي بعد كده بيقولك لماذا حرم الإسلام الربا؟ هتقول له حرم الإسلام الربا لأن فيها استغلال لحاجة الإنسان وأخذ المال بدون وجه حق، ولما فيهن انعدام التعاطف والرحمة في المجتمع، هتخليك حد غير سوي نفسيا ولست إنساني خالص، لأن اللي بيعمل كده ده حد مش إنساني بالمرة. هنيجي بعد كده على آخر وحدة معانا وهي الوحدة الرابعة. الدرس الأول والتاني هي عبارة عن درسين، والدرسين كلهم متلخصين في حوالي ست أسئلة بس. تمام. النظافة. أول سؤال معانا، النظافة تقوي الجسم من الإصابة بالأمراض، ما مدى صحة العبارة السابقة؟ هتقول له طبعا العبارة الصحيحة، لأن النظافة تقوي الفرد من الإصابة بالأمراض والعدوى، بخاصة الأمراض الجلدية، لأنك بتتوضى كتير وبتغسل جلدك، فأكيد مش هتصاب بالمرض بإذن الله يعني. بعد كده كيف يكون للنظافة دور مهم في حسن العلاقات بين المسلمين؟ النظافة مفهومها واسع. تمام. فهي تشمل نظافة الجسم كله والملبس والمكان، عندها يكون المسلم طاهر البدن، لا يتأذى الناس من رائحته ولا ينفرون منه. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي لماذا شرع الإسلام الاغتسال ومتى يغتسل المسلم؟ هتقول له شرع الإسلام الاغتسال ليكون المسلم نظيف طاهر البدن، لا يتأذى الناس من ريحته فينفرون منه ويبعدون عنه. بعد كده يغتسل المسلم عند ايه؟ عند الذهاب للمسجد، في الجامع والأعياد، أماكن لقاء الناس، قبل الإحرام في الحج، للنظافة اليومية، الفتاة أثناء الحيض والمرأة أثناء النفاس. بعد كده بيقولك الماء الفرق بين الاغتسال والاستحمام. الاغتسال ان هو يكون للطهارة وهو ضروري لقيام المسلم بأداء السرة او الحج او قراءة القرآن او الصلاة. اما الاستحمام فهو للنظافة العامة. تمام. من موجبات الغسل نقط ونقط ونقط اكمل. هتقوله انقطاع دم الحيض او النفاس عند المرأة، موت المسلم إلا إذا كان شهيدا. تمام. ما ينفعش حد يبقى ميت ونغسله، لأ. وخروج المنية في النوم أو اليقظة. آخر سؤال معانا وكده يبقى خلصنا منهج الدين. بيقول لي اذكر بعض سنن الاغتسال. التسمية عند البدء، حاجات يعني احنا بنعملها واحنا بنغتسل. التسمية عند البدء، بنقول بسم الله، بنغسل ايدينا. الوضوء كما في الصلاة، غسل الرأس ثلاثا، الأولى فرض والتانية والتالتة سنة. غسل الشق الأيمن ثم الأيسر، غض البصر وستر النفس عن أعين الناس. فرائض أو أركان الاغتسال بقى إيه هي؟ الفرض بقى أول حاجة النية، هي المميزة للعبادة عن العادة ومحلها القلب. تمام. بعد كده غسل جميع الأعضاء وتعميم الجسم والشعر بالماء الطهور ويتتبع. تمام. اللي هو بتملس كده على راسك. تمام. كده احنا خلصنا منهج الدين. كده انت مش فاضلك غير الاحاديث والصورة بس. والاحاديث انا مجمعها لك كلها، هم 17 حديث مجمعهم لك كلهم في صفحتين، ومجمع لك معاهم الصورة كمان في الPDF دوت. هسيبه لك في جروب الواتساب، فما تنساش لو انت مش مشترك في جروب الواتساب تخش على جروب الواتساب وعشان ابعتهم لك. تمام. انا هسيب جروب الواتساب تحت الفيديو، هتلاقيه في الوصف او في اول كومنت. وبس كده، ما تنساش تشترك في القناة لاني بنزل مراجعة لباقي المواد، عربي ودين حاسب آلي. آه
جبر، هندسة، انجليزي، علوم، دراسات. فما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.